السلام عليكم. قبل ما نبدأ الفيديو، أصحاب الصفحات سواء كانت للتراث أو لغير التراث، من فضلكم حملوا الفيديو ونشروه عندكم، نتكاتفوا كامل ندافعوا على تراث بلادنا من فضلكم. هذه زازوعة واحد النهار كانت قاعدة تأثرت، قعدت تاع عمرها قالت كيفاش حنا عندنا غير القفطان، وأصلا القفطان هذا ماشي تاعنا، ما عندنا حتى دليل تاريخي بلي ماشي تاعنا. أيا حبت تكتب تاريخ كالعادة، هي تحب تزعزع التاريخ، حبت تكتب تاريخ وتصنع تراث جديد لبلادها. واش دارت هاد لا فيديو ها. اللي بغيت نوصل لكم هو ان المصممين والنقافات والخياطات هما اللي بقاو علينا بهذيك تكشيط القفطان حنا ولينا كنعرفوا باللي حنا عندنا غير تكشيط القفطان. حنا عندنا بزاف ديال الازياء تنسات ماتت. حبت تفكر الازياء تاعها التقليديه اللي ما تكزيستيش. كيفاش حبت تتفكرها؟ هي راهي تروح لي سيت تشري في ملابس تقليديه جزائريه وتلبسها. هذا ما كانوش راهي دير. وشكون اللي وصلنا لهذه الحاله هذه؟ الجزائريين اللي راهم يبيعوا في قناضرنا، وراهم يبيعوا في قفاطنا، وراهم يبيعوا في حوايجنا على جال 2 دورو. كي تشوف نتا قندوره قسنطينيه بلا فالور قاع تاعها تتباع ب120 أورو، تفهم بلي تراثنا رجع يباع بثمن بخس. وهذا فيديو تاع الاخ رانا هنا راح يشرح لكم كيفاش شرات القندوره هذه ومنين شراتها وعلى من شراتها. تابعوا الفيديو. هذه اللي مسميه روحها إليانا 2023. هذه كانت تبيع في قندورة كما نشوفوا هنا في الصور. هي نفسها، ولكن بعد قامت بتغيير صورة البروفايل فقط. هذه هي نفس القندورة اللي جابتها المروكي هذيك، مع نفس الصباط اللي كان يبيعوا فيه، وكانت تبيع فيها غير ب120 أورو فقط. وكما نشوفوا هنا هي نفسها كانت تبيع في القندورة أيضا. وهنا كاتبة في الوصف تاع القندورة هذه دوزون ستاك ستيل قسطنطين، يعني ستيل قسطنطيني فرقاني مجبود مع الصباطة نتاعها. هذا هو الوصف نتاع القندورة هذه اللي كانت تبيع فيها. وتقول لو بري دوريجين دو سيت روب 600 اورو ايديال بوغ لا ماري لور دو سا سواري، وما الى ذلك حنة وما الى ذلك. وهذه يهودية. نرجعوا الآن في الموقع نتاعها. هذه في الموقع نتاعها هذه هي إليانا 2023. كي نروحوا لإيفالياسيون نشوفوا الناس اللي كيفاش ايفاليوها، نلقاو هذه اللي مسميه روحها إيمان اش زد بي، هذه اللي عندها بروفيل في نفس الموقع وهو هذا إيمان. ونلقاو في البروفيل تاعها أن ما بين الحوايج اللي تبيع فيهم هي أنها تبيع في هذا التريكو كما كان مبين في الفيديو. وهذا التريكو كي نعاودو نرجعو للحساب نتاعها في التيك توك، هذه نفس الشخص كما راكم تشوفوا هنا. هذه نفسها كما رانا نشوفوا هنا، نفس صورة البروفايل نفس الاسم. وكما رانا نشوفوا هنا في الأسفل نفس صورة البروفايل ونفس الاسم هو هذا. نجيو هنا نشوفوا هذا هو التريكو اللي راهو هنا، ونفس الخلفية من الخلف ثاني أيضا. نفس الخلفية هي راهي هنا، نفس الخلفية اللي رانا نشوفوا فيها هنا في نفس التريكو. يعني أن صاحبة الفيديو هذا هي نفس الشخص اللي راهو هنا واللي مسمي روحها بنفس الاسم، نفس الشخص هذا. نعاودو نرجعو لهذا كي خلات لها ليفالياسيون، كي شرات عليها القندورة هذيك اللي كانت مكتوبة باللي راهي ستيل قسنطيني. كي نرجعو ليها نلقاو لها هنا خلات ليفالياسيون. واش قالت لها اكسيلون achat, je suis très contente, la fille est très gentille, je la recommande, je vais certainement lui acheter d'autres choses. هنا ترجع لها واش تقولها merci beaucoup, j'espère que la robe te va bien. سما هنا نحكيو على الروبة اللي كنا نشوفو فيها في الصور منذ قليل. يحكيو على الروبة هذه اللي هي شريتها فيما بعد، واللي هي نفسها اللي جابتها هنا في الفيديو هذا، وتسب في الجزائريات بالخدمة نتاعهم. المهم واش تقول لها؟ قالت لها il est très spécial pour moi puisqu'il vient de ma grand-mère et fabriqué dans la ville de Fès, Maroc, par une couturière juive. دوكا شوفوا هنا الاشكال اللي وراه. يسمى هذه عندها قندوره تري سبيسيال نتاعها كي سافيان دو سا غرومير، سما جات من عند الجده نتاعها، ورغم هذا تبيع فيها غير ب120 اورو.
ورغم هذا هي تبيع فيها، سما انت عندك حاجة سبيسيال بيك تبيعها بثمن بخس، وفوق الثمن البخس هذا سما انت راك تبيع فيها. سما علاش تبيع انت في حاجة سبيسيال بثمن موش حتى مغري للبيع؟ هذه واحدة. سما هذو من الجماعة اللي تاجروا في الجزائريات. والحاجة اللي حيرتني لهنا هو الثمن هذا اللي باعوا به، يعني ثمن مدهش كما نقولوا هنا. وين هي نفسها هذه اللي راهي تقول جاتها تاع لا غرومير تاعها تاع الجدة نتاعها، وتقول بلي خيطها جويف في يهودي في فاس، هي تستعرف ومعترفة بلي راهو ستيل تاعها قسنطيني فرقاني مجبود. يعني كما قالت هي اللي هنا في الرد على التعليقات هذه، قالت احنا نتحدثوا على الاصل ما نتحدثوش ونتخيطط. فلنفرض مثلا وجدلا انها تخيطت في المروك، ولكن الاصل نتاعها ما هو، سما هذا يقعد مجرد تقليد فقط. كما شفنا هنا ثاني في الحساب هذا نلقاو ثاني نفس الصور مع نفس القندورة، هنا نشوفها بشكل اوضح واكبر. هذه هي القندورة. يعني بالمختصر المفيد، هذه المروكية اللي تسب في الجزائريين هي ما هي إلا شرات القندورة من عند هذه اليهودية، واللي هي تقول بلي راهي تسكن في لوكسمبور، ونا تعطي تعريف على نفسها بلي أنها يهودية وما إلى ذلك.